في البرلمان ولأول مرة في الجزائر. اليوم الجزائر راح يدير خطوة كبيرة ومهمة تعطي للطفل مكانه، صوته وثقتها فيه، وبرلمان الطفل ما بقاش غير فكرة. حق الوقت باش يكون الطفل واحد من صناع القرار المستقبليين. لأول مرة الجزائر ستنتخب برلمان الطفل الجزائري بعد عدة اجتماعات وتنسيقات بين المجلس الشعبي الوطني ووزارة التربية، وين تم اختيار التلاميذ النجب عبر كل ربوع الوطن، وتم انتخابهم باش يكونوا ممثلين في البرلمان. وهذا الأمر جاء تعزيزا للاهتمام الخاص للسيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لحماية حقوق الأطفال. هاد الأعضاء راح تكون عندهم الكفاءة والقدرة باش ينقلوا مختلف انشغالات الأطفال واهتماماتهم أمام السلطات العليا. دولتنا اليوم قررت باش تاخذ بيد الطفل وتعطيه الفرصة نحو آفاق جديدة وتقربوا من عالم القيادة واتخاذ القرارات. وهذا راح يكون يوم 22 ديسمبر في حدث وطني أين سيتم تنصيب هذا البرلمان لأول مرة تحت رعاية السيد إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني، وبحضور كل الأطفال المنتخبين اللي راح يكونوا جزء من البرلمان. بهذه الخطوة الطفل راح يتعلم الديمقراطية والقيادة ويعرف أنه صوته عنده قيمة وأهمية، لأنه بكل بساطة أطفال اليوم هم قادة الغد. عاشت الجزائر منتصرة.